واحدة واحدة كلكم هتسافروا واحدة واحدة. انا كل الكومنتات بتاعتكم بقراها وشغالة عليها، حاضر ما تقلقوش. بالنسبة للميك اب النود او البني، يعني جالي كذا تعليق عايزة ميك اب في البنيات. نود ميك اب يليق على فستان ذهبي، فستان بيج. يعني كل بقى اللي كتب الكومنتات دول اتمنى تشوفوا اللوك ده، لانه هيمشي مع كل الكلام ده وهبقى لبيت طلباتكم. واتمنى اكون عند حسن ظن حضراتكم. اللي طالبه ميك اب كيوي ما تقلقيش، اعملك ميك اب كيوي حاضر. واللي كانت عايزه ميك اب مفتوح العين بتاعته مع روج احمر، عينيا الاتنين، نعم حط روج احمر ما يهمناش، كله هيحصل، ما جايين في السكه. كالعادة حطينا كونسيلر فاتح على العين ودمجناه بسبونج تكون كده مندية، وبعدين مرحلة التثبيت باللوز باودر قبل بقى ايه ما ندخل في الاي شادو والالوان والرسم. عامة النهاردة هعمل حاجة سيمبل جدا رقيقة وسهلة، عشان برضو كان في كومنت من اللي طالبين الالوان النود ده، كانت عايزة واحدة واحدة الخطوات وتكون حاجة رقيقة يعني. فيلا بينا. فرشة دمج عليها لون بني فاتح خالص بيج كده، يعني هبدأ بيه من فوق الجفن الثابت هنا عندي، هوزعه. نصيحة يعني وانتي بتدمجي اللون بتاعك امسكي الفرشة من الطرف، من نهاية الفرشة، علشان انتي مش عايزة تركزي اللون، لا انتي عايزة توزعيه، فده هيسهل عليكي الدمج. تفضلي رايحة جاية او حركات دائرية، او انت رايحة جاية حركات دائرية، اختاري الطريقة اللي تريحك. المهم ان احنا ايه، نوزع اللون على الجفن الثابت ده ونسحبه لبره شوية. تمام كده. انا عملت بالفرشة الكبيرة لان انا الجزء هنا عندي كبير في الجفن، وبحط اللون ده انتقالي فوق. عايزة بقى اعمل تدريجة الوان، فهاخد درجة اغمق من دي على فرشة اصغر من دي، لان انا هصغر المكان. انا عايزة تبقى محددة شوية هنا، مش عايزاها برضو بفرشة كبيرة او بنفس الفرشة، لان هيبان في الاخر لون واحد، هيتفرش مني اللون. لا انا عايزة احافظ على تدريجة الالوان، فهصغر في الفرشة واغمق في اللون ده. كده اللون البني الاغمق. هبدأ بقى ايه، ممكن ترفعي راسك كده وتحددي الجفن اللي عندك هنا، اللي هي الجزء الفيصل ما بين الجفن اللي بيتحرك ده وبين الجفن الثابت هنا اللي على العظمة. انا عايزة احط اللون في النص هنا. تمام. ممكن تفضلي رايحة جاية دواير بشكل ضيق، يعني ما توسعيش ايديكي وانتي، يعني شوفي المنطقة اللي انتي عايزة تحطي عليها وخليكي مركزة عليها، واسحبي اللون لبره. لو انتي باصه قدام المرايه ارفعي كده زي ما قلتلك، لو ماسكه المرايه في ايدك خليها لتحت. بالفرشة الأولانية بقى عند طرف اللون اللي أنا حطيته ده، عشان ما يبقاش فيه خط فاصل واضح كده ما بين اللون ده وده، أموههم بس شوية كده، هدمجهم على بعض. بفرشة بقى فلات، مش بفرشة دمج، يعني مش منفوشة كده فلافي، لا مبططة. شايفينها من الجنب عاملة ازاي؟ ليه هستخدم دي؟ لان انا عايزة اركز اللون دلوقتي، مش عايزة ادمجه. في سلسلة بعملها لكم على الفرش وانواعها واستخداماتها وكده، هنزلها لكم برضو النهاردة او بكرة على كذا فيديو يعني. المهم هبدأ بقى اخد اغمق اغمق بني محروق قريب من الاسود. شايفين الدرجة عاملة ازاي؟ وهحطها فين بقى؟ هنا في الكورنر بتاع العين، وهنا. وبالفرشة التانية اللي هي الوسط هموه برضو الطرف ده شوية. فرشة بقى تكون انجلد كده زي فرش الايلاينر او الحواجب، واحط عليها لون اسود بقى صريح. هنعمل بيه ايه؟ هتبدأي تعملي زي ايلاينر مموه كده، تسحبي بيه العين، وبرضو من قدام هنا هغمق الجزئية دي. شايفين ازاي؟ هنا وهنا. عادة بقى في اي خطوة من الاي شادو اللي عملتها دي، انت بتبدأي بكمية قليلة وبتنفضي وتشوفي قوة اللون عجباكي تمام، عايزة تقلي بتبدأي تاخدي تاني وتبني اللون بتاعك. شايفة بقى الجزء اللي اتكون عندك هنا ده لونه فاتح شوية ما بين اللونين الاسود دول وما بين الالوان اللي حطيتيها فوق. على ايديكي بقى خدي درجة الجولد اللي تحبيها وابدأي طبقيها هنا. شايفين اللون عامل ازاي؟ اصغر بنسل براش عندك. تمام. هنعمل بيها ايه؟ اللون اللي انا لسه حاطاه الذهبي ده
هدخله كده هدمجه مع الاسود اللي انا حطاه الطرف بس، انا مش هاجي ناحية اللون خالص. شايفين الفرق بين دي ودي بعد ما دمجت اللون هنا؟ ده اللي اقصده. الايلاينر الجميل بتاعك بقى ارفع حاجة ممكنة على خط الرموش، والوينج بتاعك زي ما بتحبي. لو انتي مكتفية بشكل سحبة العين بالاي شادو اوكي، دي حاجة ترجع لك. رسمت الايلاينر هنا، وبالفرشة اللي كان عليها اللون الاسود اخدت اللون تاني وهنفض الزيادة وهدمج الطرف هنا بس. يعني مش عايزة يكون في خط واضح كده ما بين الايلاينر بتاعي وما بين الاي شادو الاسود اللي كنت حاطاه. بس انا الايلاينر بيفرق معايا، بيحدد لي العين. عايزه اتقل السواد سنه، ممكن لواحده تانية مش هيليق عليها، هيبقى حاد قوي اللون الاسود. تعمل نفس اللوك بس في البنيات، وايلاينر كده مموه بالايشادو البني بس، على حسب لون عينيكي، لون شعرك، لون حواجبك. انا هيليق عليا الدرجات دي. انت ممكن تاخدي الفكره وتلعبي فيها زي ما انت عايزه. بعد ما وصلنا للمرحله دي من العين، هعمل ميك اب الوش وهرجع اكمل العين تاني. هرطب بس بشرتي. استخدمي المرطب المناسب ليكي. طبعا مش محتاجة اكرر واقول ان بعد كل خطوة والتانية المرطب، البرايمر، لو هتحطي سان بلوك، كل الكلام ده انتي بتستني وقت لحد ما بشرتك تتشربه كويس وتاخدي فايدته ويعمل مفعوله، مش كله ورا بعضه، لان الميك اب هيزحلق منك ومش هيبقى حلو لو انتي استعجلتي وكله ورا بعضه ورا بعضه. وهرتب تحت عيني بالمرطب ده بتاع لوريال، كلمتكم عنه قبل كده. بالمناسبة المرطب بتاع العين ما بنحطوش هنا عند خط الرموش كده والخطوط دي، لا بيبقى تحت هنا. المهم بالنسبة للفاونديشن، بفكر النهاردة استخدم الفاونديشن ده من اسنس. ده لو تفتكروا من ضمن الحاجات اللي اشتريتها من نون، الاوردر الاخير اللي عملت له انبوكسنج ده من يومين تقريبا. بفكر اعمل فيديو منفصل عن ده، نعمل ريفيو كامل عنه، يعني سعره ودرجته، التوزيع بتاعه، الثبات، لما باجي احط حاجه فوقيه بيبقى شكله عامل ازاي، الفينش، كل حاجه نعرفها في فيديو تاني. وبالمره بقى طالما هنجرب، جبت التو كونسيلرز دول برضو، واحد من رمال والتاني من نوت. كان في بنوته كتبت لي كومنت عايزه ريفيو كامل عنهم بسعرهم بدرجاتهم ونجربهم مع بعض، فهعمله برضو في فيديو لوحده. كده بعد ما حطيت الفاونديشن والكونسيلر، ثبت تحت عيني بالباودر بتاعت ايرسبان. هثبت برضو بشرتي كلها. عايزه بس احدد شويه الجزئيه دي. كونتور باودر، ومن باليت البلاشر دي من جي كات هختار الدرجة دي وهميكس معاها الدرجة دي، فيها يعني برونز سنة. خدي بالك هي بيجمنتد جدا فما تاخديش كتير، ونفضي كويس لو عندك يعني الباليت دي او بتفكري تجيبيها. اي حاجه عموما بستخدمها، لو عايزين نعمل لكم ريفيو عنها وتجيبوها منين وسعرها وهي مناسبه لايه بالظبط قولولي. ماسكارة الحواجب بتاعه ميبيلين، دي ماسكارة شفافة بس بسرح بيها حاجبي كده. بشيل بقى اي باودر جه على الحاجب، بظبط الشعر. يعني مش حاسة ان انا محتاجة املى فراغات او اعمل حاجة فيهم. هحدد شفايفي بلون بني من فلورمار، ومن باليت الروج بتاعت جي كات. احلى حاجه في الباليت دي ان انتي يعني تقعدي تمكسي لحد ما توصلي للدرجه اللي انتي عايزاها. عايزين نعمل ريفيو عن الباليت دي بتاعت جي كات، وتمكسي الوان ايه تطلع لك. انتي ممكن تطلعي منها كميه درجات مش طبيعيه، وهو ارواش كريميه ومش بتنشف الشفايف، وازاي بقى تخليها ثابته. فلو عايزين نعمل لكم ريفيو برضو عنها وتكنيك تستخدميه معاها قولولي. والآن حان وقت الفقرة المقربة إلى قلبي،
هي والايلاينر الصراحه. الهايلايتر. نكمل بقى ميك اب العين ببنسل براش كده. هاخد الدرجات البني اللي احنا كنا حاطينها من فوق على الجفن الثابت، هتبصي فوق واقرب حاجه لخط الرموش وهتوزعيه. حاسه اني مش عايزه احط رموش، يعني عايزه رسمه العين تفضل باينه وعايزه انعمه شويه، فهكتفي بالماسكارا. هجرب بقى النهارده دي بتاعت سيبال، هتلاقوني عامله لكم فيديو تاني غير ده بتكلم عنها بالتفصيل، سعرها وهنشوف هي عامله ازاي، واتر بروف ولا لا، بتدي فوليوم ولا بتطول ولا ايه الدنيا كده. بعد ما حطيت الماسكارا وهنحط كحل اسود جوه العين زي دي بالظبط. القلم ده بتاع ميبلين، وبفرشة فلات هاخد عليها اللون الجلاتر اللي احنا حطيناه فوق ده، هحطه في النص برضو عند خط الرموش اللي من تحت ده هنا بالظبط. وده شكله بعد ما خلصنا. قوليلي بقى ايه رأيك فيه، سهل ولا صعب عليكي؟ في التعليقات مستنية رأيكم. ممكن طبعا تغيري وتلعبي في اي حاجه زي ما انت عايزه. درجه الروج مثلا عايزاه على بني اكتر، عايزاه احمر، عايزاه بيج، يعني زي ما تحبي. الكحل اللي جوه العين لو مش عايزاه اسود ممكن تحطي نود، ممكن تحطي نص ونص، يعني الحاجات الصغيره دي تفاصيل بتاعتك انت. بس ايه رايكم من غير فلاتر، من غير اي حاجه خالص؟ باي.